رصيف 5 جايب لكم أكتر 10 أكلات مقرفة الناس بتاكلها. هنبدأ من الآخر للأول. رقم 10، شوربة الصراصير. دي أكلة شعبية في الصين زي الفول عندنا بالظبط، وتخيل دي بيستخدموها في علاج الأمراض. طب إيه رأيك لو كانت دي الأكلة علاج ليك هتاكلها؟ رقم 9، سمك الفوجو أو سمك البخاخ. دي أكلة مشهورة جدا في اليابان وغالية جدا كمان. مشكلتها الوحيدة إن هي سامة، وأي غلط في تجهيزها ممكن يخليها وجبتك الأخيرة، وعشان كده في محترفين بيعملوا الوجبة دي في المطاعم هناك. رقم 8، لسان ورئة البقرة. ودي من الأكلات المشهورة عالميا وموجودة عندنا، وكمان بيسموها الحلويات، وبتدخل مع اخواتها الكرشة والفش. لو رحت أي مصمت وطلبت سندوتش سمين، ده عبارة عن كوكتيل حلويات. رقم 7، عندنا في مصر لازم تاكل سمك قبل الجواز. في الصين بقى بياكلوا لحوم التعابين، ودي وجبة شعبية عندهم علشان منشطة جنسيا وفيها بروتينات كتير، وكمان بتعالج أمراض جلدية. رقم 6، العناكب المقلية. ودي وجبة مشهورة جدا في كمبوديا، وفي منها مقرمش وعادي عشان لو عايز تجربها. والمفاجأة بقى إن دي بتكون هدية الأبهات لأولادهم هناك، يعني لو أبوك كمبودي ما تعملش حاجة تفرحه. رقم 5، هاجيس. ده بقى طبق اسكتلندي بيتعمل من مصارين الغنم، وبيحشوه من كبد وقلب ولسان الغنم. من الآخر تقدروا تعتبروه الممبار بتاع بره. رقم 4، من الوجبات المشهورة في إيطاليا جبنة الكازو أو اليرقة. دي بقى بتتساب في الهواء لحد ما تعفن، والديدان بتعتبرها المكان المفضل للتكاثر، ومش سهل انك تلاقيها علشان بتخالف لوائح الاتحاد الأوروبي لسلامة الأغذية. رقم 3، مخاص الديك. وجبة مفضلة في الصين علشان بتستخدم كمنشط جنسي للرجال وتحسين لون البشرة للنساء، وأحيانا بتكون موجودة في أمريكا الشمالية. رقم 2، البلوت. وهي فعلا وجبة مقرفة في الصين وفيتنام وكمبوديا، وهي عبارة عن بيضة بط أو دجاج وفيها جانين كامل، وبيسلقوها وياكلوها عادي جدا، وفي ناس بيعتبروها بديل عن الفياجرا. رقم 1، الكبرى ذات القلب النابض. تقدم الوجبة دي في فيتنام. بيتم فتح جسم الكبرى وبيحطوا شوية من دمه في طبق مع النبيت، وبعدين بيطلعوا قلبه وهو بيدق ويحطوه في نفس الطبق. بالهنا والشفا. لو قرفتوا من الفيديو ده شير واقرف غيرك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب.